جوزي بقاله فترة نفسه في الأكلة دي، وأخيرا يا جماعة بعد كسل طويل عملتها له الحمد لله. كفتة الرز اللي قدامكم دي ماما ربنا يديها الصحة يا بنات عاملاها لي وبعتها لي من البلد تحت، لأن للأسف مفيش حد بيعملها هنا. ورز المعمر وصينية البطاطس العظمة ديت وشوية الشوربة زي السكر. يلا بقى تعالوا نشوفوا عملنا ايه. ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عمري ايديكي يا حاجة وتعالوا نسموا الله ونشوفوا هنعملوا ايه. معايا فضلة خيركم كيلو ونص لحمة يا بنات. قطعته على حسب عدد الأسرة، عشان طالما في حاجة جاية من البلد من تحت يبقى أخويا لازم يجي ياكل معايا. أخويا عايش معايا هنا في البلد يا بنات، فطالما امي بعت حاجه من تحت فلازم يجي ياكل معايا. فاحنا عاملين كفته رز فكان بألف هنا وشفا، كان لازم يجي. المهم جبت الكيلو ونص لحمه لان انا هعمل اكل على يومين تمام. قطعته على حسب العدد كده بتاع الاسره، وقسمت الحتت الحمراء انا هسلقها، والحتت الملبسه انا هعملها في الطاجن الرز المعمر تمام كده. تمام. عايزاكي بقى يا ست الكل كده يا ريت وانت بتتفرجي على الفيديو تحطي لايك بالله عليكي. ولو انت لسه شايفه قناه مسك جديده يا ريت تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس فضلا وليس امرا. تنوريني كده وتكملي عيله الايه، عيلتي الجميله. زي ما انتوا شايفين كده ولعنا البوتاجاز وحطينا حله على طول وهنملوها ميه يا بنات. هنعملوا الشوربه الاول. مليت الشوربه بالطريقه دي يا بنات. الميه اللي هعمل هسلق فيها اللحم. البوكيه الجرنيه بقى بتاع الشوربه طماطمايه وبصلايه، قرن فلفل حامي او بارد وجزرايه. بصلايه طماطمايه جزرايه قرن فلفل حامي او بارد على حسب رغبتك. 4 فصوص حبهان. ورقتين لوري كده يا بنات. ومعايا بقى كباب صيني، معايا قرنفل، معايا روزماري، الكلام ده كله. ومعايا الورد يا بنات، زر الورد اللي احنا بنجيبه من عند العطار. الحاجات دي انا بحطها حاجات بسيطه قوي للشوربه بتخلي ريحتها حلوه وطعمها جميل. خلاص كده بقى انا هقفل الغطا بتاع الحله واسيب الميه دي تغلي كويس جدا، وبعد كده تعالوا نشوفوا هنعمله ايه مع بعض. خلاص بعد ما غلت كده معايا يا بنات هبدأ اسقط اللحمة ديت اللي انا هعملها في صينية بطاطس وهعمل شوربة منها تمام. يعني بسلق اللحمة بتاعت صينية البطاطس شوية عشان تستوي بسرعة في صينية البطاطس. لو انتي حطيتيها نية في صينية البطاطس مش هتاخد وقت كتير، لكن لما تسلقيها كده احسن. الرز المعمر بقى يا بنات، انا غسلت الرز بتاعي على قد معيار الطاجن بتاعي. وبتعايريه ازاي يا مسك؟ بعاير الطاجن، بعاير يا بنات نص الطاجن رز وهو لسه ما اتغسلش يا بنات تمام، والنص التاني بسيبه فاضي وبغسله. بعد ما غسلته كويس جدا وصفيته يا بنات هجيب حته قشطه محترمه كده واحطها. عندك قشطه من بتاعه وش اللبن حطي، عندك قشطه جايباها من بره حطي، عندك زبده هتدعكي بيها مفيش مشكله. بس انا يا بنات بفضل القشطه في الطاجن، بيخليه والله العظيم رهيب، بيوديه كده في حته تانية. همسك بقى الرز بتاعي بعد ما غسلته وصفيته هحط عليه حته القشطه وادعكه دعكه كويسه يا بنات. هخلي حبايه الرز كلها متغلفه بالقشطه. خلاص كده يا بنات هجيب بقى التلات طواجن بتوعي. هحط معلقه سمنه بلدي، ولو ما عندكيش سمنه بلدي ممكن تحطي سمنه عاديه مفيش مشكله. خلاص كده انا وزعت السمنه في الطاجن بالطريقه اللي شايفينها دي. هحط كده شويه رز صغيرين يا بنات بكبشه ايديا بس، شويه صغيرين. شايفين كده هوزعهم بس في الطاجن. انا مش عايزه رز كتير في القعر يا بنات، لان اللحمه لازم تبقى مدفونه جوه في الرز تحت وتبقى واصله للقعر سنه عشان خاطر تستوي والحراره توصل لها. بصوا يا بنات شويه الرز صغيرين خالص ازاي. انا بشوف ناس يا بنات بيحطوا رز كتير لدرجه ان اللحمه بتبقى باينه من فوق، وانت بتصبي اللبن تلاقي اللحمه طلعت لفوق. وده اكبر غلط، ما بيخليش اللحمه مستويه ودايبه دوب يا بنات. انا نقيت الحته الملبسه اللي هي تحس اللي هي دايبه كده يا بنات، وحطيتها في الطاجن. انا بحب الحته الملبسه بصراحه مش هكذب عليكم في الطاجن المعمر بالذات. ومش بشوح اللحمه يا بنات، اللي عايز يشوحها يشوحها، انا ما بحبش اشوح. تدي تيست عالي قوي يا بنات، جربوها والله هتعجبكم. كده خلاص يا بنات. هنحط بقى البهارات اللي هي عباره عن فلفل اسمر، ولو عايزه تحطي رشه جوز الطيب حطي، بس انا ما حطيتش في الطاجن. وبحط رشه بهارات 7، ادي البهارات بتاعتي. رشه فلفل اسمر ورشه بهارات 7 والملح، اكتر من كده ما بحطش.
هنوزعه بقى الملح يا بنات كده بكل سهوله، وما تقوليش الملح ده كتير، او ما تقول اللي يشوف يقول لك اللحمه الملح حطيتيه على اللحمه مش هتستوي. لا هتستوي وهتدوب دوب، وهوريكم يا بنات. جربوا يا بنات، جربوا مش هتندموا. الحياه تجارب. جربيه في حته لحمه صغيره، وهتشوفي اختك والله العظيم يا بنات عن تجربة من احلى الطواجن اللي انا بعملها في حياتي. انا جربت المتشوحة، جربت المسلوقة نص سلقة، كل ده ما جربت اللي فيها بصل، كل ده ما بيعجبنيش. البصل بيصنن الرز، ما بيبقاش حلو خالص. بص يا بنات، انا خلاص كده حطيت معيار الرز بتاعي. لازم اسيب عقلة صوبع، يعني انا احط معيار البرام شوية رز تحت صغيرين، واللحمة وشوية الرز اللي فوق، وبسيب عقلة صوبع يا بنات. ديت معيار اللبن بتاعي. عقلة الصوبع اللي انا سايباها دي انتوا شايفينها دي معيار اللبن بتاعي. طبعا هرش شوية ملح من فوق، تاخد ملح تحت، والرز ياخد ملح بتاعه. اللحمة انا حطيت لها الملح بتاعها، والرز احط له الملح بتاعه من فوق زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيت الملح اهو يا بنات. هصب بقى اللبن هو ساقع يا بنات من السخن. انا حاطه كل حاجه بارده، مش حاطاها سخنه. كده حطيت اللبن. انا حاطه كيلو على الثلاث طواجن دي. الطواجن دي على فكره الكاميرا مكبراهم، لا الطواجن دي صغيره يا بنات. خلاص كده يا بنات، هبدا بقى ازود ميه كده لحد فوق، وبس كده. هدخله الفرن بقى ياخد الوش بتاعه. وبعد ما ياخد الوش بتاعه يا بنات اللي زي الفل ده، بروح مطلعه حاطه له شويه ميه وحته سمنه ومغطيه، وحاطاه تاني في الفرن. بس مفيش اي مشكله. وانا معليه اللي مشغله الفرن من تحت معليه، والجوانب بعملها وسط، مش معليها قوي، بتبقى شمعه يا بنات. اهم حاجه ان من تحت بيبقى عالي يعني. اصلا انا مش عارفه الفرن لو الفرن العادي اللي هو الفرن البوتاجاز اللي بالاعداد ده، ممكن تعمليه على 200 رف اوسط، ياخد وش وتنزليه تحت يكمل سواه تمام. ورك ما ياخد الوش ويتشرب، تروحي مطلعاه وحاطه له شويه ميه وشويه سمنه، ومغطياه وخلاص، وسايباه ساعه ونص ويكون طالع. صينيه البطاطس بقى قطعت لها بصلايه متوسطه، قرن فلفل الوان احمر واخضر واصفر، وحطيت لها فصين توم، شويه فلفل اسمر، شويه اللهم صل على النبي قرفه، شويه بابريكا، حاجات بسيطه كده، شويه وشويه بهارات سبعه. بحط لها سنه كمون بسيطه خالص يا بنات، سنه بسيطه ما تسكرش. ومكعب ماجي على حسب رغبتك، مش عايزه تحطيه جنب اختك شيليه. وشويه الملح. طبعا اللحمه بتاعتي مستويه يا بنات نص سوا. طبعا انا مقطعه بطاطس. الكلام ده البطاطس دي يا بنات عباره عن كيلو تقريبا، مقطعاها مكعبات سميكه، عشان برضو اللحمه لسه نص سوا، يعني محتاجه سوا كمان. والبطاطس انتوا عارفين هي بتستوي بسرعه. هبدا كده اغلف كده البصل بالبطاطس كده يتطعم منه يا بنات. وبعد كده بقى هجيب اللحمه بتاعتي بشويه شوربه، هحط بقى ايه اللحمه بتاعتي في صينيه البطاطس بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. الله بقى لو خليتوها حرقه سنه يا بنات بتبقى رهيبه رهيبه. خلاص كده يا بنات تمام، بقت زي الفل عنب. انا بقى هضرب لها نص كيلو طماطم في الخلاط. ضربت الطماطم بتاعتي حطيتها، وهحط لها نص معلقه سكر فوق. المعلقه الكبيره بتاعتنا بتاعت الاكل دي هحط لها نص معلقه بيها. ادي النص معلقه سكر دي بقى بتشيل الحموضه بتاعت الطماطم، وبتخلي صينيه البطاطس عسل يا بنات. احط لها بقى معلقه سمنه بلدي، معلقه زيت، معلقه سمنه عادي من العاديه، مفيش مشكله. علقي عليها بقى يا ست الكل، وكده خلاص خلصنا. وغطيها بورق فويل. تعالوا بقى نعمله اللحمه المفرومه اللي هحشي بيها كفته الرز. تمام، هوريكم طريقه كفر الشيخ يا بنات بيعملوها ازاي. كل بلد لهم طريقه. يعني كفته الرز دي بيعملوها الكفته الغمراوي تقريبا، الغمراوي بيعملوها بطريقة تانية. احنا كفتة الرز بنعملوها بطريقة. اما المصرويين بقى الكهروية بيحبوها متحمرة ومعمولة بالصلصة. يعني ده اكتر اكلهم المصروية بيحبوها بالصلصة تمام. انا بقى هوريكم الطريقة بتاعت كفر الشيخ يا بنات. انا بجيب حتة سمنة كده بشوحها بيها اللحمة. الاول اللحمة المعصجة يا بنات ما ينفعش تتحط على البصل. ليه؟ لان اللحمه اما لما تبقاش لسه متشوحه مش بتبقى حلوه، مش بحبها خالص كده تمام. وكمان بتزفر البصل.
لكن كده حلوه قوي. واللحمه المفرومه كمان بتبقاش انت غسلتيها ومش مضمونه، ومن بره انت جايباها من غير ما تتغسل، وانا بحب اغسل اللحم. بهاراتها بقى شويه بهارات سبعة، شويه قرفه، شويه فلفل اسمر، وخلاص على كده تمام. هبدا بقى اشوح فيها كده يا بنات. ولو عايزه تحطي سنه جوز الطيب حطي، بس انا ما حطيتش. تمام. ممكن تحطي لها جوز الطيب عادي يعني مفيش مشكله. بص يا بنات، انا شوحتها هي لحد ما وصلت للون ده. طبعا انا مقطعه البصلايه ومجهزاها، مقطعه تقطيع يدوي كده يا بنات، ما قطعتهاش في الكبه. هشوح بقى كده يا بنات لحد ما البصلايه تدبل خالص، وهحط لها نص كوبايه ميه للبصلايه تستوي، وخلاص على كده. طبعا الملح هتحطي ملح بتاعك، عايزه تحطي مكعب ماجي حطي مفيش مشكله، بس انا استكفيت. تعالوا بقى شوفوها بعد ما اتشوحت يا بنات وخلصت. ده بعد ما انا حطيت لها نص كوبايه ميه وشربتها اهي كلها بقت لون واحد. خلاص كده. تعالوا بقى اوريكم كفتة الرز بتاعتنا بقى بنحشوها ازاي. دي طريقة، وفي طريقة تانية بتاعت الكفتة الغمراوي دي انا هجربها برضو وهوريها لكم تتعمل ازاي، هي سهلة جدا برضو، ممكن تكون اسهل من اللي انا بعملها دي. احنا بنحشوها لحمة مفرومة مع الصاجة. بصوا بقى يا بنات، انا بفتحها كده زي كوبيبة. تمام. بفتحها من جوه كده وبحط فيها اللحمه المفرومه، بعد كده اقفلها. المقاس بتاع الكفته على حسب رغبتك، في ناس بيحبوها كبيره قوي، في ناس بيحبوها وسط، في ناس بيحبوها نفس الحجم بتاعي ده. انا بحبها صغننه كده على قد العيل يعني، العيل ياكلها ياكلها وما يرميش منها. تمام. صغنون على قد البق يعني، قطمتين بالكتير وتكوني مخلصه. حشيتها اهي لحمه المفرومه يا بنات. جربوها يا بنات، والله العظيم من احلى الوصفات اللي انا بعملها هي وصفة الكفتة دي، بصراحة تحفة تحفة. اما بقى اني انا بعملها ازاي او الكلام ده كله، اعذروني مش هعرف اعملها هنا، لان مفيش مفرمة بتاعت كفتة الرز، وانا مش بحب اعملها في البيت، انا بحب اعملها بره عند الجزار. تمام. اما انزل البلد باذن الرحمن ان اراد ربنا، هصور لكم كل مكونات الكفتة الرز وبنعملوها ازاي ومش بنحطوا عليها لحمة كتير على فكرة زي ما انتوا بتشوفوا بره، لا دي موفرة واقتصادية جدا جدا. يعني ممكن امي تكون عامله لي اللحمة يعني الكفتة دي كلها بنص كيلو لحمة. انا بشوف ناس بيحطوا كيلو لحمة عليه نص كيلو رز. بنات لا، لا خالص والله مش بنعمله الكلام ده، ومش بتفك والله العظيم ما بتفكش خالص، بتبقى رهيبة يا بنات. ان شاء الله ان شاء الله لما انزل باذن الله هوريكم الوصفه بتاعتها باذن الرحمن. بصوا يا بنات، انا خلصت الكميه اهوت بالطريقه اللي شايفينها دي. احنا بقى بنجيبوا بقى شويه شوربه كده، عليهم مكعبين ماجي، عليهم ملح، بنغلوها كويس جدا وبنحط فيها سنه زيت وبنسلقوها بالطريقه اللي شايفينها دي. هي تشبه للكوبيبه الغمراوي، بس الكوبيبه الغمراوي بتتسلق في صلصه، دي لا في شوربه. دي شوربه فيها مكعبين ماجي، فيها شوية زيت، شوية ملح، شوية فلفل أسمر. غليت المية كويس جدا وبعد كده بنزل أول رق بقلبه كده، وتاني رق بقلبه، يعني بكل ما انزل بالكوبيبة بروح مقلبها بالطريقة اللي شايفينها دي. ليه؟ عشان ما احطهاش فوق بعض وتلزق. تمام تمام. واهم حاجة ان المية لازم تكون مغلية، لازم تكون مغلية كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده مطلعة البخار اهي. بصوا يا بنات، انا بحطها بالطريقة اللي شايفينها دي، برضو كل رق بروح مقلباه. خلاص كده يا بنات، انا كده نزلتها كلها هي ما شاء الله تبارك الرحمن. تعالوا بقى شوفوها بعد ما انا خلصتها، يعني هي بالظبط قعدت قد ايه. هي بالظبط قعدت ساعه الا ربع على البوتاجاز، وكانت طلعت بالطريقه اللي شايفينها دي. ما فكتش هي بنات، كل واحده بوحدتها هي بنات. ممكن تكون في واحده مثلا وانا بقلب بالمقصوصه بتاعتي ديت ممكن تكون خبطتها عملتها، فممكن تكون سبب كده، لكن هي والله ما فتحت خالص. بصوا بقى يا بنات، انا بحمرها بعد، في ناس يعني ولادي جوزي بيحبها متحمره، ولادي بيحبوها اطلعها واصفيها من الميه واحطها في الشوربه، في الشوربه بتاعت اللحمه. تمام. هما بيحبوها كده. البريمه بتاعتي بعد ما طلعت بحب اقلبها كده يا بنات، وبحب اكلفتها بحته عندي كده لحد ما نيجوا ناكله. يعني البريمه دي بعد ما طلعت من الفرن قلبتها على الطبق بتاعها ده. تمام. وكلفتها بحته تكون قديمه عندي، بتطلع بقى بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بصوا والله العظيم يا بنات،
بكل التريكات اللي انا بعملها انا بوصلها لكم قسما بالله. ما بخبي عليكم حاجه او بسوي اللحمه في حته تانية وبعد كده اقول لكم بص استوت ازاي عشان اوصل لكم الطريقه بتاعتي واقول ان انا صح. والله ابدا. لو في اي حاجه في الطريقه بتاعتي او اللحمه بتستوي ذره كده هقول لكم لا ما تجربوش الطريقه دي مش حلوه. والله ربنا اللي يعلم انا بتقي الله في اللي انا بعمله. يعني لو الحاجه مش حلوه والله يا بنات انا ما بجربهاش. بصوا يا بنات صينيه البطاطس طلعت اهي زي ما انتوا شفتوها. الكوبيبه بتاعتنا اللي محشيه لحمه مفرومه انا حطيتها في شوربه اهيت. وهنا متحمره يا بنات. الطاجن اهوت تعالوا بصوا سخن جدا ما شاء الله. بصوا انتوا شايفين اهو. يعني انا مطلعاه بقالي ساعه ولا ساعه ونص من الفرن ومكلفتاه ولسه محتفظ بالحراره بتاعته. عشان انا بقول لكم هو بيستوي. يعني انت لما تطلعيه من الفرن بعد ساعه ونص اللحمه بتستوي برضه لان الطاجن بيحتفظ بالحراره يا بنات. الشوربه ما شاء الله صافيه ورايقه. صينيه البطاطس العظمه حاجه كده فوق الوهم يا بنات. جربوا بالطريقه بتاعتي ان شاء الله تعجبكم. كل حاجه مستويه اللهم لك الحمد والشكر. الكوبيبه بتاعتنا اهي رهيبه رهيبه رهيبه. يلا بقى اسيبكم في رعايه الله. سلام.